مين في رأيك أخطر على أي علاقة؟ الشخص اللي بيتخانق وبيعترض ويزعل ويقف على الواحدة، ولا الشخص اللي ساكت على طول وبيسامح ويعدي ويكبر دماغه؟ أغلب الناس هتختار الأول، لكن الحقيقة إن التاني هو الأخطر. في نوع من الناس بيبان إنه هادي، عمره ما بيعمل مشاكل، عمره ما بيعترض، عمره ما بيعلي صوته، ودايما يقول عديها مش مستاهلة. لكن الغريب إن علاقاته فجأة بتنتهي والناس كلها تتفاجئ. طب إزاي؟ كانوا عايشين في هدوء، بس الحقيقة اللي أنت شايفه هدوء ده ممكن يكون صمت. وفي فرق كبير جدا بين سلام والصمت. سلام انك تكون قادر تتكلم وتختلف وتناقش وبعدها ترجعوا لبعض، اما الصمت فهو انك تبطل تتكلم اصلا، مش لانك راضي لكن لانك فقدت الاحساس ان كلامك هيغير اي حاجه. في ناس فاكره ان النضج معناه انك تستحمل، تسكت، تعدي، تبلع الكلام وتقول مش مستاهله، لكن علم النفس بيقول العكس. المشاعر اللي بتتكبت ما بتختفيش، هي بس بتتخزن. كل مره تكتم فيها زعلك عقلك بيسجل الموقف، يحطه في ملف اسمه انا مش مهم، مشاعري مش مهمه، محدش بيسمعني. ومع كل موقف الملف ده بيكبر لحد ما بيجي يوم يبقى اتقل من ان العلاقه تستحمله. خليني اقول لك مثال. تخيل ان مراتك قالت لك انا زعلت لما نسيت عيد جوازنا. بدل ما تسمعها قلت لها يا سلام، هو ده اللي مزعلك؟ انت بتكبري المواضيع. هي سكتت بعد اسبوع، اتكلمت في حاجه تانية وترد عليها بنفس الطريقه. سكتت بعد شهر، احتاجتك وكنت مشغول. فسكتت بعد كام شهر، بطلت تحكي لك يومها، بطلت تطلب منك حاجه، بطلت تزعل، بطلت تعاتب. وهنا اغلب الناس تفتكر ان العلاقه بقت احسن، مفيش خناقات، مفيش مشاكل، لكن الحقيقه ده استسلام. لان الانسان طول ما هو بيعاتب بيبقى لسه عنده امل، لسه مستنيك تسمعه، لسه شايف ان العلاقه تستحق المحاوله. لكن اول ما يبطل يشتكي ويبطل يشرح ويبطل يزعل، غالبا بيكون بدأ يتخلى من جواه. وهنا الطرف التاني يتصدم ويقول ايه اللي حصل؟ ايه اللي اتغير؟ ولا حاجه اتغيرت. اللي حصل كان بيحصل كل يوم بس بهدوء. كنت شايف الصمت وما كنتش شايف الانسحاب. وده اللي بنسميه الانسحاب العاطفي. وده بيحصل لما الشخص يحس ان التعبير عن مشاعره ملوش فايده، فيبدا يحمي نفسه، يقفل مشاعره واحده واحده، يبطل يشارك، يبطل يحكي، يبطل ينتظر، فيبان هادي. لكن الحقيقه ان العلاقه من جواه بتخلص حته حته. والمشكله ان الانسحاب العاطفي ده نادرا ما بيحصل فجاه، هو نتيجه عشرات المواقف الصغيره. كل مره حد قالك فيها انت حساس بزياده، بتكبر المواضيع، مش وقت، وبعدين كل جمله من دول كانت طوبه في الحيطه اللي اتبنت بينكم، لحد ما بقى في شخصين عايشين في نفس المكان لكن كل واحد فيهم في عالم لوحده. وعشان كده العلاقات مش بتموت وقت الخناقه، وقت الصوت العالي. الخناقه اوقات كتير بتكون دليل على ان في ناس لسه بتحاول. العلاقات بتموت لما حد يبطل يحكي اللي جواه، لما يبقى موجود بجسمه لكن قلبه مش من زمان. عشان كده لو لقيت شريكك بطل يعاتب، بطل يزعل، وبقى بيقولك على كل حاجه براحتك، اعمل اللي انت عايزه، تفتكرش ان كده علاقتكم بقت تمام ووصلتوا للنضج العاطفي. افتكر دايما ان اخطر جمله ممكن تسمعها من شريك حياتك مش انا زعلان، اخطر جمله عادي مش هتفرق. وساعتها هتلاقي نفسك بتحاول تفتح باب اتقفل اساسا من جوه. وانا جاي عشان اولع الضلمه. سلام.